اليوم كان عندنا مريض بعمر 69 سنة. المريض حقيقة يعاني من أمراض مزمنة متعددة، من ضمنها السكر والضغط والذبحة الصدرية والجلطة القلبية السابقة. المريض يعاني كان من حصى متعددة في المرارة مع التهاب المرارة، واحدى يعني المشكلة انه انسداد في قنوات الصفراء. بعد اجراء الفحوصات اللازمة واعطاء العلاج اللازم وتحضير المريض العملية، كانت هناك صعوبة حقيقة في اجراء العملية، لكن تم يعني اجراء الفحوصات اللازمة للمريض وتحضير المريض وعرض المريض على اطباء التخدير. تم اجراء العملية الحمد لله تحت التخدير المناطقي، والآن المريض الحمد لله فردها تحت العلاج والمتابعة. كان حقيقة تحدي تخديري بالنسبة لنا، والجلطة السابقة كان عنده يعني جلطة مأثرة على جزء كبير من القلب، فبالنسبة لهيك مرضى التخدير عام حقيقة تحدي وخطر جدا. فلذلك يعني صار القرار بعد إجراء الفحوصات اللازمة، صار القرار انه نعطي تخدير مناطيقي ونبتعد القدر الممكن عن التأثير على باقي الأعضاء الجسم، القلب والرئة.